منا المنطقة وتعرفين هذا جيدا، ولا يزال إلى اليوم إن شاء الله دليل على وجود هذه الأمة ولها جذورها ولها أصولها إن شاء الله. وهذا من باب المحافظة على التراث، على الآثار التي تعبر عن أصالتنا وعن نسبنا. في مدرسة قرآنية. على أن أقدم لكم مجمل الإجراءات التي قمنا بها في إطار إعداد المخطط الدائم وحفظ استصلاح قطاع المأمور لقصبة تونس. هي قطاع السينما برغم هذه قطاع السينما التي شيدت سنة 1975 كانت من البلدية. في سنة 2003 سلمت قطاع الديمقراطية وذاكرة شعبه على أن نسى. ترميم وإعادة تأهيل هذه القصبة. العديد من المعالم الموجودة على مستواها تاريخية دينية وثقافية بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون دينار. فيه أيضا مشاريع أخرى. اليوم نقبل على تدشين المعهد الجهوي للموسيقى هنا ببلدية تنس أيضا بغلاف مالي يقدر ب 240 مليون. تم تجهيزه وسيفتح إن شاء الله بمجرد صدور قرار الإنشاء القانوني. وفي انتظار ذلك هو الآن على مستوى الأمن العام الحكومة. في انتظار ذلك سيتم تفعيله هو فتحه أمام الجمعيات الفنية الناشطة على مستوى الولاية. فيه مشروع أيضا لترميم مسرح الهواء الطلق تنطلق الأشغال به اليوم. سنسلم أمر بالخدمة للمؤسسة عندها مدة 4 أشهر للقيام بعملية الترميم. إضافة إلى هذا وضعنا حيز الخدمة سينما مدينة تونس اللي كانت في وقت من الأوقات جد ناشطة فأردنا أن تعود إليها الدينامية التي شهدتها المدينة والولاية بشكل عام في سنوات سابقة. لذا وضعناه تحت تصرف المركز الجزائري لتطوير السينما الذي سيقوم باستغلاله.